بسرعة خليه يشوفني التفاهة. عيادة الدكتور مسمار معاكي يا فندم. ايوه يا دكتور مسمار. خير؟ الحقنا بسرعه، حماتي رجعت عيله صغيره تاني عماله تلعب بالبلالين ومش هممها اي حد. لازم تفكروها باكلها زمان، اعملوا لها اكله من ايام زمان وهي صغيره. اعمل لها اكله من زمان وهي صغيره؟ بما ان تيتا من الدقلية نعمل لها حاجه اللي هي كانت بتاكلها وهي صغيره. حط سمنه بلدي وكيس شعريه على طول، بس قبلها نصلي على الرسول. نبدا بقى نمحمر فيها شويه لحد ما توصل للون ده. الكيس ده 350 جرام، خد حوالي 3 كوبايات ونص ميه. انزل عليهم بسكر سنترفيج وكيس فانيليا. اتفرجوا على الوصفه دي للاخر، واللي منكم بيعملها قولولي انتوا بتسموها ايه. 3 كوبايات، كوبايه فاضيه وكوبايه فيها لبن وكوبايه فيها ميه، ونحط الميه على اللبن البودره ونقلب قلوبه. ميكس اللبن الحليب مع اللبن البودره بيفرق جامد اوي في الوصفه دي. وحطيت كيس فانيليا وقلبتهم كويس. كل كوبايه لبن ليها معلقه نشا. هنقلبهم كويس قوي ونحطهم في كسرولة على النار. نفضل نقلب لحد ما يبقى كريمي، ونحط عليهم معلقتين كبار سكر. مينفعش نسيبها ونروح نتفرج على التلفزيون، لازم نفضل نقلب فيه. قولولي بقى انتوا بتتابعوني منين؟ سلام على الريحه اللي قلبت الشارع كله. السمنه البلدي هنا عمود اساسي في الوصفه دي. ناخد بقى الشعريه بعد ما استوت ونحطها في صينيه زي ما انتم شايفين كده، ونسويها كويس جدا. نجيب بقى المهلبيه بتاعتنا بعد ما استوت ونغطي الشعريه كلها. يا سلام على الافراح اللي بتغذي المعازيم، ولا تقولي جاتو ولا تورته ولا الكلام الفاضي ده. دول بقى جوز الهند ودعكت فيهم شربات فراولة، ونرش بقى جوز الهند على وش الصينية. اتفضلي يا تيتا، حلويات من ايام الزمن الجميل بتاعت بلادكم.